أنا طالبة عندي 20 سنة. كنت بحب الانستجرام من وأنا صغيرة، وكان نفسي أكون مشهورة، ألبس شيك، أتصور والناس تعلق تقول واو انتي ستايل. بدأت أنزل صور، أتابع الترندات، أعمل تحديات، وكل ما اللايكات تزيد كل ما حسيت إن في حاجة بتشبع جوايا. بس مع الوقت بدأت أقدم تنازلات، صورة زيادة عن اللزوم عادي، كلمة خارجة ما هو الناس بتحبها. كنت بقول أنا مش بضر حد، بس الحقيقة كنت بضر نفسي. لحد ما في يوم جالي تهديد من حساب غريب، واحد بيقول إن عنده صور خاصة ليا وينشرها لو ما بعتلهوش حاجات تانية. انهارت، حسيت إن الدنيا بتضلم، وقلت كل ده علشان شهرة، علشان شوية لايكات. قفلت كل حاجة وقعدت مع نفسي، بدأت أكتب، أرسم، أشارك في حملات توعية، وناس بدأت تتابعني علشان كلامي مش علشان جسمي. دلوقتي عندي متابعين بس مختلفين، ناس بتحبني علشان أنا مش علشان جسمي أو شكلي. واللي اتعلمته إن الشهرة من غير قيم سم فيه عسل. شوفوا يا جماعة، في ناس كتير بتعرض لمشكلة زي دي، بتجري ورا الشهرة، بتقدم تنازلات تقدم تنازلات تقدم تنازلات عشان مجرد تبقى ترند، تبقى حاجة، تبقى، رغم إن هي لو بقيت لو بقيت شيء في ترند وضيعت نفسها ستبقى لا شيء. وعلى العكس صحيح، لو أنها لم تبقى شيء على السوشيال ميديا وحافظت على نفسها ستبقى كل شيء. فأنا يعني سبحان الله، دي الحمد لله إنها لحقت نفسها وكده. هي بتقول إن يعني لحقت نفسها وبدأت تبطل تنزل صور، وبدأت تقفل حاجات وتمسح صور وتشيل وتحذف حسابات. فأنا حتى قلت لها يعني دي حاجة كويسة إن أنت فقتي لنفسك شوية وخدتي لبالك. أتمنى إنك ما ترجعيش للطريق ده تاني. وبعدين أنا يعني نصيحة لكل البنات، ما تبيعيش نفسك عشان السوشيال ميديا أو عشان الشهرة أو عشان حاجة تعجب الناس أو حاجة عشان تعجب حد. لا يا بنات، في حاجات مفيدة تقدروا تعملوها، وحاجات شريفة وحاجات كويسة، وتحققي حاجة في الحياة. بس فكرة انك تبيعي نفسك وكلام من ده وتتصوري وبتاع، دي حاجة سيئة. وغير كده دي حاجة حرام، يعني مش حاجة حلال، يعني حاجة عليها ذنوب. غير كده دي دنيا، يعني ابتلاء واختبار، فخدوا بالكم من حياتكم كويس، وخدوا بالكم من نفسكم يا بنات. أتمنى إن الرسالة تكون وصلت وتكونوا استفدتوا. أنا أخوكم عبد الرحمن، مستني قصصكم المختلفة ومشاكلكم. وهسيب لكم رقمي تحت في الوصف اللي هنتواصل عليه. وأشوفكم في حلقة إن شاء الله قادمة قريبا. إلى اللقاء.